السلام عليكم غاليات، نهاركم زين ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة تاع نهار اليوم وصفة خاصة سبيسيال شوية، اكتشفتها بالصدفة وجربتها معكم لأول مرة. كنت برا نلقى الراجل يطيب ونسى تاكل، دقتها سقسيتو شنو هذا، قالك هذا الملاوي، وصفة على كل حال بين قوسين تونسية. الملاوي تونسي، عجبني المذاق تاعها، اكتشفت المكونات تاعها وجيت نبارطاجيها معاكم ونتمنى تجربوها حتى نتوما ومتأكدة بلي راح تعجبكم. نبداو على بركة الله نحضروا العجين تاع الملاوي تاعنا اللي هو يشبه بزاف بزاف المسمن. درت لهنا في الغيسيبيون تاعي كمية تاع سميد، ما عيرتش، درت عيني ميزاني واحد 3 ليبول تاع شوربة ولا نتاع سميد يكون نوعية مليحة اللي يصلح لمحاجب شخشوخة، هذيك النوعية يكون سميد رطب. ملحتو بحوالي ملعقة صغيرة نتاع الملح وراني نطم فيه كيما راكو تشوفوا بالماء دافي ماشي سخون وماشي بارد. نطمو شويه طالق روحو، يعني العجينه ما تكونش باليبس، مانيش حندلكها باليبس، خاصه الناس اللي ما تقدرش تعجن. سينو استعملي البيتخا الا عندك العجان الكهربائي، ديري نفس الشيء وديري هكا شمخي مليح سميد تاعك وخليه يتعجن في البيتخا ومن بعد ديريكتومون تقرصيه. سينو راح تستعملي باليد هكا باش نسهلوها على كامل الناس اللي عنده واللي ما عندوش. ديريه طميه كيما قلت لك شويه طالق روحو وغطيه بصاشي تاع بلاستيك ولا، وخليه السميد دوك يشرب وتحصلي على عجينه هايله تكون خفيفه تساعدك شويه في الدليك، ما حش ندلكها بزاف، يا ربي واحد الخمس دقائق كيما راكو تشوفوا. لقيتها مخصوصه شويه ما راني نزيد ندخل لها في الماء، وكيما راكو تشوفوا دلكها منا زوج ثلاثه يولي يدير العلك ويولي يدير هذوك النبابل سي بون. العجينه لهنا ما تكونش متلوقه بزاف كيما تاع الشخشوخه، ما راهش راح نحلوها ترونسبارونط، راح نحلوها ونخلوها شويه ملحمه هكا بيسكا دوك الخبزات تاوعنا راح نحشوهم، سي بوغ سا ما لازمش تحصلي على عجينه كيما تاع الشخشوخه ولا كيما تاع المحاجب يسمى تجي شويه مرفوده عليهم. قرصتهم كيما راكو تشوفوا الحبات تاوعنا قرصيهم شويه كبار على اللي مالفين هكا كيما راكي تشوفي، مانيش راح نحلها مليح مليح، نحلها غير شويه برك. ساعد روحي بالزيت ونحل الحبيبه تاعي القرصه نتاع الخبز ولا الملاوي تاعي كيما راكو تشوفوا هنا كاني نحلها ماشي حتى تولي ترونسبارونت حتى تولي رخامه من تحت تبان، لا لا غير شويه برك، ما راح نطبقوها ما والو كيما راهي نرفدها نحطها في الطاجين. هذه الحاجه الاولى ما نحلوهاش ترونسبارون. اما بالنسبه لاستيوس دوزيام انك في الطياب تاعك ما طيبيهاش حتى دير هذيك الحموريه ولا تصفر لك بيسكو من بعد تيبس وما نقدروش نلويوها كي نحشيوها بلا فاخس، دونك خليها طيب على بياض ولا غير هكا كيما كي تشوفي تشم ريحه النار. هذاك مكان كيما نطيبو شخشوخه تاع تفر، تشم ريحه النار برك وتبقى خضره، راح نطيبوها اون دوزيام فوا كي نحشيوها ومن بعد كي نفاخسيوها راح نعاودو نطيبوها. شوفي لهنا كيما كترت لهاش في الطياب ابان برك شمت ريحه النار. شوفي كيفاه تحصلنا على ورقات سوبل، يسمى تقدري تشكليهم كيما تحبي. بعد ما كملت كامل الوريقات تاوعي عبالي الشكل تاعهم عميتها شويه، ما كنتش ندير الشكل، ما كنتش نركز على الشكل بيسك حنفرسيهم كي البوراكات كبار شويه. هامليك المهم تحصلت على ورقات شابين طايبين صفورة كيما راكو تشوفوا. لميهم في طرشونه باش يحافظوا لك هكا متخليهمش الهواء ينشفوا لو طون اللي نروحوا نحضروا لافاخس تاعنا، لان للامانه كنت حضرتها ما قبل ما نحضر العجين. لافاخس تاعنا واش فيها، تحبي ديريها بالدجاج باللحم كيما تحبي، حبيبه تاع البصل ندبلها في شويه نتاع زيت الزيتون ومن بعد ندير لها كميه نتاع اللحم الابيض السكالوب تاع الدجاج ولا تاع الداند ولا المهم بولي اشي سكالوباشي ولا فيونداشي كيما تحبي وكيما توفر عندك، والكميه تاني كيما تحبي وعلى حسب افراد العائله تاعك. درت الحبيبه تاع البصل سكرفشتها ودرت كلش كيما كنت تشوفوا بارد في بارد، ودوزنت ودرت لي زيبيس تاوعي ومن بعد حطيت كل حاجه طيب فوق النار. درتنا تاني زوج سنات ولا ثلاثة نتاع الثوم، يسمى خلطت هنا بصل وثوم، درت شويه نتاع الزيت وندوزنوها بالتوابل اللي يحبهم الدجاج اللي هما معروفين اللي فيهم لوغو نتاع الشاورما. بار اكزومبل انا درت شويه ملح وفلفل الكحل، شويه نتاع الكركم وسكنجبير ولا زنجبيل، تحبي تزيدي تاني شويه نتاع الكاري ولا الكوري اللي هو تابل هندي يعطينا الذوق نتاع الشاورما. وإلا عندك تاني البابريكا فومي تاني ديريها تعطيك واحد الطعم هبال. لهنا نكون كملت معاكم كامل لي زيبيس، هنا ندير في الربح ومن بعد نديها قبالة هذه المقلة فوق النار ونحرك نحرك حتى طيب لي. بصح كي طيبي الدجاج تاعك عباك باللي الدجاج
الصدر تاع الدجاج يجي ناشف شويه. الوغ اما تزيديلو كريم ليكيد ولا قطره تاع الحليب، ولا كيما انا زدت غير قطرات برك نتاع الماء وخليته فوق النار. المهم ما تخليهش ينشف هكا باش لافاخس تاعنا ما تجيش ناشفه ولا كيما يقولك شايحه. كي طاب لي البولي كامل ونحيته من فوق النار، هذيك الساعه درت له الفرماج لهنا ديري الانواع اللي عندك والكميه اللي تحبي. درت لهنا الفرomاج اتارتيني وزدت لها شويه فرماج رابي شيدار. خليتها دو كوتي وبديت نعمر الطاجين تاعي راهو يسخن قدامي، ونحكم هذوك الورق، نرفد ورقه والاخرين نغطيهم ونبدا نفرسي فيها. لان بالنسبه لافارس انا فرسيتها غير بهاد هاد الخليط اللي طيبته، ولا هاد لافارس اللي طيبتها نتاع البولي والفرماج. شفت توانسه يفرسيوها، كاين اللي يدير لها البيض مغلي، كاين اللي يدير الحار والمايونيز الفرماج تختيني، وكاين اللي حتى يدير بطاطا مقليه. انا بطاطا مقليه ما حبيتش نديرها لداخل، قليتها حطيتها اكومبانيومون. كيما لهنا درت الهريسه، الناس اللي تحب الهريسه ولا اللي تاكل الحار تقدري تدهني الورقه تاعك تحرحريها بالهريسه. كنت عارفوا توانسه معروفين باللي ياكلوا الهريسه بالبزاف. دوكا كي نكمل نغلق الحبيبات نتاوعي، شوفوا تشكليهم كيما البوراك سوا سوا، راهي الصوره تعبر لكم على كلش. شكلتهم شغل كيما البوراك. حبيت نجبد البانينوز باش نعطيهم اشكال شابه من الفوق، ومن بعد قلت لا لا خلي نكمل غير في تراديسيونيل ونكمل غير في الحاجه السهله هكا باش كي تشوفوا الوصفه ما تعجزولهاش تنوضوا ديروها. غير بالطاجين هذاك اللي نطيبوا فوقه البراج ولا. وحمرت الحبيبات تاوعي، عطيت لهم اون بال كولور دوغي كيما راكم تشوفوا. قليت لهم شويه بطاطا، قادرين ترافقوهم مع اون سالاد فيرت ولا كيما تحبوا. المهم تخشخين بالبنه ومفرمجين الله الله. رافقتهم تاني مع هريسه ومايونيز وبالصحه والراحه. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم نتاع الملاوي التونسي. درتها لكم خطوه بخطوه وبجميع المراحل هكا باش الناس اللي تسخف وما تقدرش تاكل برا ولا ما تحبش الماكله تاع برا، جربي حبيبتي الوصفه تاعك في الدار وبالصحه والراحه. تهلاي في روحك ومع السلامه.